قصتنا بتبدأ في الغابة وبنشوف راجل مربوط بسلاسل حديد وعلى وشه قناع حديد وجسمه بيبقى كله جروح ودم، وبيجي قائد الفرسان وبيمشي ناحيته وبيبصله بتكبر وبيقوله انت النهاردة هتتعلم انك ما تقربش من حاجة الملك مرة تانية. في نفس الوقت المشهد بياخدنا ست جميلة وهي بتعيط وبتحاول تقاومهم وهي مرعوبة من اللي هيحصل لها لما ياخدوها، وبتبقى بتبص على جوزها اللي بيكون رابطينه بالسلاسل وعمال يصرخ وهو بينادي عليهم عشان يسيبوها وبيقول لهم لو ما سبتوهاش هقتلكم كلكم، لكن الحراس بيسحبوها لجوه القصر وبتبص لجوزها لآخر مرة بنظرات كلها خوف وهي بتعيط قبل ما يقفلوا البوابة، وجوزها ده بيبقى نفس الشخص اللي شفناه في أول المشهد. وبنرجع مرة تانية للغابة وبنشوفه بيصرخ وبيبص للقائد بعيون مليانة غضب وبيقول له دي مراتي مش ملك للملك بتاعكم، والقائد بيبص له بكل برود وبيقول له كل حاجة بتتولد أو بتكبر في الأراضي دي ملك للملك بتاعك. وجوه القلعة بنشوف الحراس بيسحبوا مراته وبيمشوا بيها في ممر طويل، وفي الغابة القائد بيطلع سيفه وبيستعد انه يقطع رقبة بطلنا وهو بيصرخ فيه وبيقول له هتموت النهاردة زي الكلب، بس بطلنا من كتر الغضب اللي جواه بيضرب القائد بدماغه وبيقدر يموته من ضربة واحدة، وبيبدأ يقاوم ويتخانق مع باقي الحرس رغم ان ايده ورجليه بيبقوا متكتفين بالسلاسل. وبنشوف الحراس جوه القصر وصلوا للقاعة اللي فيها الملك وبيرموا الست على الأرض قدام عرش الملك، والملك بيكون قاعد بيضحك ضحكة مليانة خبث وشماتة وهو شايفها مكسورة تحت رجليه، ونظراته المخيفة بتوصل لها رسالة إن محدش هيعرف ينقذها منه، وهي بتبقى بتعيط وبتبصله بخوف، وفي نفس الوقت جوزها بيبقى بيضرب الجنود ومحدش بيبقى قادر عليه رغم إنهم أكتر منه ومعاهم أسلحة. وبعد ما بيخلص على شوية منهم بيبدأ يجري وبيهرب في الغابة وسط الشجر والطين، والجنود والقائد بيركبوا الخيل وبيجروا وراه وهم مصممين يمسكوه ويخلصوا عليه. وبطلنا بيفضل يجري بكل سرعته رغم ان الموضوع بيبقى صعب بسبب السلاسل اللي مربوط بيها والطين اللي في الارض، لكنه ما بيستسلمش وما بيلاقيش قدامه غير بحيرة فبينزل فيها وبيستخبى وبيحاول يكتم نفسه ويفضل تحت المية لحد ما الجنود يمشوا، والجنود والقادة بيوصلوا لمكان البحيرة ومش بيلاقوا حد، ما بيحطوش في دماغهم انه نط في البحيرة لانها غويطة فلو نط اكيد هيغرق ويموت، وبيستنوا كام دقيقة وبعدها بيمشوا يدوروا عليه في مكان تاني وهو ما بيقدرش يكتم نفسه اكتر من كده، وبيجي يخرج من المية لكن بيحس ان في حاجة مسكت رجليه فبيطلع بسرعة من البحيرة وبيقعد على الأرض وهو بيحاول ياخد نفسه وقلبه بيدق جامد، ومرة واحدة بيخرج كائن غريب من المية وبطلنا من الصدمة عينيه بتوسع وما بيكونش مصدق اللي شايفه لأن المخلوق اللي ظاهر له بيبقى النص بتاعه اللي فوق عبارة عن جسم ست والجزء اللي تحت بيبقى على شكل أفعى كبيرة وبيبقى اسمها لاميا، والجنود والقادة بيقدروا يوصلوا للناحية التانية من البحيرة وبيلاقوا بطلنا، وقبل ما يقربوا منه بتضربهم لمية بشراسة وبتقضي عليهم كلهم، وبتلاقي مفتاح مع جندي من الجنود وبيبقى المفتاح ده بتاع السلاسل المربوط بيها بطلنا وبتروح تديهوله، لكن في جندي وراه بيقوم من تاني فبتخلص عليه هو كمان، وبعدها بتلف جسمها حوالين بطلنا وبتسحبه معاها في الغابة وبتاخده للجحر بتاعها اللي بيبقى تحت جذور شجرة ضخمة، وبيستخبوا قبل ما باقي الجنود يوصلوا، وفي الجحر بيبقى بطلنا بيحاول يبعد عنها لكنها بتمسكه وبتلف جسمها حواليه عشان توقفه، وبتطلع المفتاح وبتشيل القناع الحديد عن وشه وهو بياخد نفسه كويس أخيرا، وبعدها بيبصلها وبيسألها وهو متعصب انت ليه أنقذتيني طالما خدتيني أسير عندك، فبترفع شعرها وبيبان وشم على قفاها وبتقوله لأن الراجل اللي خد مراتك خد مني كل حاجة، فبيسألها الملك خد منك ايه، فبتقرب منه عشان تفتح بالمفتاح القيود اللي في ايده، لكن مرة واحدة بتشيل المفتاح تاني وهو بيتعصب وبيحس انها بتلعبه، فبتقول له ان الرمز ده بتاع الحرس الخاص بتاع الملك، واي سجين عنده العلامة دي بياخدوه على الانفاق والزنازين السفلية تحت القصر، وده بيبقى نفس المكان اللي اخدوا فيه مراتك، وان دخولك لهناك من غير ما يكون عارف الانفاق شبر شبر يبقى كده بيحكم على نفسه بالاعدام، وإنها تاخده بنفسها بس بشرط إنه يفضل متقيد بالسلاسل عشان ما يحاولش يهرب أو يقتلها،
وبطلنا ما بيكونش عارف يوافق ويمشي وراها ولا لأ، وفجأة بيسمعوا صوت قريب منهم فبيعرفوا إن الجنود قربوا من مكان الجحر، فبتقوله يقرر بسرعة طالما عاوز ينقذ مراته، فبيقرر يوافق وبيقول لها خديني لهناك. وفوق عند الجنود واحد منهم بيقول لسه مراته رافضة تخضع للملك، وهو تحت بيبقى سامع كلامهم وبيتعصب جدا، فبتاخده لمية لمكان سري وبيبقوا هيمشوا في نفق ضلمة وفيه مية، وبيلمح المفتاح متعلق حوالين جسمها وبيبص للسلاسل اللي في ايده، وبيبقى شكله بيفكر يستغل الفرصة وياخد المفتاح ويتصرف هو ولا لأ، لكنه بيتراجع عن الفكرة دي وبيمشي وراها في النفق، وبيبقى مرسوم على الحيطان رموز شكلها غريب ومش مفهومة، ولميا بتبقى عمالة تمشي ايديها على الرموز دي. وفجأة بيسمعوا صوت حراس جايين من بعيد وماسكين مشاعل النار في ايديهم، وبيبقوا بيقربوا عليهم، ولميا بتستخبى هي وبطلنا بسرعة في الفتحة اللي في الحيطة، وبتحط ايديها على بقه عشان تكتم نفسه والحراس ما يحسوش بيهم، وفعلا الحراس ما بياخدوش بالهم وبيكملوا طريقهم بعيد عنهم. بعدها لميا وبطلنا بيكملوا طريقهم في النفق المائي، وبيسألها انت عارفة الطريق ده ازاي؟ فبتقول له لاني كنت زمان من ممتلكات الملك. وبيوصلوا الأوضة واسعة عاملة زي سرداب مائي تحت الأرض، وبيقفوا قدام باب حديد ضخم وفي آخره في فتحة صغيرة للدخول، ولميا بتقول له هنمشي من هنا وخد بالك كويس لأن أي صوت صغير ممكن يضيعنا. وبيعدوا من الفتحة الصغيرة وبيعوموا في المية لحد ما بيوصلوا لمكان الزنزانة، وهناك بطلنا بيلاقي السلسلة بتاعت مراته واقعة على الأرض، وبيعرف إنها كانت موجودة في المكان ده. ولميا بتقول له كده هم خدوها وهي لسه عايشة ونقلوها للدور اللي فوق، وفجأة بيسمعوا صوت ولما بيبصوا لفوق بيلاقوا في بوابة في السقف بتتفتح وسلم حديد بينزل من البوابة دي، وبينزل عليه قائد الحراس ومعاه الحراس المسلحين. ولميا وبطلنا بيستخبوا بسرعة، وبيسمعوا قائد الحراس وهو بيقول جهزوا الأوضة اللي فوق عشان في زيارة تانية من الملك. فبيبص الجنود لبعض وهم بيضحكوا وبيتريقوا، وبيقول واحد منهم إن السجينة لسه بتقاوم، والبطل بيفهم إنهم بيتكلموا على مراته وبيتعصب جدا وبيبقى هيفقد أعصابه، لكن لميا بتمسك إيده عشان تهديه وما يتهورش ويضيع كل حاجة في لحظة عصبية. والحراس بيتوزعوا في المكان وهي بتقرر ما تضيعش وقت، ومن غير ما تعمل أي صوت بتمسك حارس منهم وبتحط إيديها على بقه عشان ما يطلعش صوت، وبتلف جسمها عليه وبتخلص عليه فورا، وبتعمل كده مع حارس تاني. بعدها بترمي الخوذة بتاعته على الأرض عشان تنبه باقي الحراس، وواحد منهم بيصرخ لما بيحس إن في دخيل وبيقول لهم اقفلوا البوابة بسرعة. وهنا بتبدأ المعركة وبطلنا بيهاجم الجنود بالسلاسل الحديد اللي في إيده، وفي نفس الوقت بيقدر يدافع عن نفسه، ولميا هي كمان بتساعده وبيقدروا يتغلبوا على الحراس. وبطلنا بيلاقي مجموعة مفاتيح مع حارس منهم، فبيستنتج إن في مفتاح منهم هيفك القيود بتاعته، وبياخدهم وبيحاول يفك نفسه، لكن لميا بتوقفه وبتاخد منه المفاتيح، وبعدها بتمسك الحارس وبتسأله إن المفتاح هيفتح، فبيشاور لها على مفتاح فيهم. فبتطلع هي والبطل على السلم بسرعة وبيعدوا قبل ما البوابة تتقفل وباقي الحراس يجوا، ولما بيمشوا في الممرات بيلاقوا قماشة مرمية على الأرض ودي بتبقى بتاعة مراته، فالبطل بيوطي ويجيبها ويمشوا في نفس الممر وبيلمحوا الحراس وهم ماسكينها وبيسحبوها لقاعة عرش الملك، وبيبقى الفستان بتاعها مقطوع فعلا وبيضرب صوت إنذار في المكان. فبيمشوا بسرعة قبل ما باقي الحراس يجوا ويدخلوا في ممر سري تحت الأرض لحد ما بيوصلوا الفتحة بتودي للقاعة، وهناك بطلنا بيشوف مراته على الأرض والحراس حواليها وموجهين أسلحتهم ناحيتها عشان ما تتحركش، والملك بيبقى قاعد على عرشه بكل ثقة. فبيطلعوا من الفتحة وبيظهروا نفسهم للملك اللي أول ما بيشوفهم ما بيبانش عليه إنه متفاجئ، وبيبتسم ليهم وكأنه كان مستني اللحظة دي من زمان. والحراس بيبقوا مستعدين وبيوجهوا ناحيتهم الأسلحة، والملك بيقول بكل خبث انت فاكر ان هروبك ده كان حادثة مثلا، وبيبدأ يحكي خطته واحدة واحدة، وبيكمل كلامه وبيقول له ده انا اللي سبتك تهرب وخليتهم ياخدوك للغابة بالقيود والسلاسل القديمة عشان عارف إن لميا هتتعرف على رموز أجدادها وهتمشي وراك عشان توصل بنفسها للقصر هنا، ومراتك دي ما كانتش أكتر من طعم عشان أضمن إنك مش هتوقف لحد ما تنفذ لي خطتي زي ما أنا عايز.
ومرة واحدة في حديد بيطلع من الأرض وبيأيد لميا عشان ما تعرفش تتحرك. وحتى الحراس بيمسكوا بطلنا، والملك بيمسك مراته من شعرها وبيضحك ضحكة شريرة وهو بيبص في عيون لميا، وبيقول من سنين طويلة أخدت بنتك وهي لسه مولودة وربيتها بعيد عن القصر على إنها إنسانة عادية، وخلتها ما تعرفش أصلها. وبعدها بيبص للبطل وبيكمل كلامه وبيقول له مراتك اللي انت بتحبها دي تبقى بنت لميا المفقودة. والتلاتة بينصدموا من الحقيقة دي، وبالذات لميا لأنها بتبقى مش عارفة تتحرك ولا تعمل حاجة. فبترمي المفتاح لبطلنا عشان يفك نفسه ويتصرف، وهو بيمسك المفتاح بسرعة وبيفك نفسه وبيدخل مع حراس الملك في القتال العنيف. والملك بيستغل الفرصة وبيمسك مراته وبيشيل الشال بتاعها اللي كانت لابساه وبيحط الخنجر على رقبتها، وبيظهر على جسمها وشم سلالة لميا، وده بيأكد إنها بنت لميا. ومرة واحدة بتقدر تاخد الخنجر من الملك وبتغرزه فيه بكل قوتها عشان تضمن موته. والملك بيقع على كرسي العرش بتاعه وبيموت، والحديد اللي مثبت لميا في الأرض بيتفك. وبعدها بتروح تساعد بطلنا وبتخلص على باقي الحراس، وبطلنا بيقرب من مراته عشان يطمن عليها، وهي بتبقى واقفة مصدومة من الحقيقة اللي عرفتها، وبتبقى بتبص على لميا وعينيها مليانة دموع. حتى لميا دموعها بتنزل من الفرحة لأنها أخيرا لقت بنتها بعد سنين. والاتنين بيقربوا من بعض، ولما لميا بتمسك إيد بنتها لون عينها بيتغير، وكمان بيظهر ظلهم على الحيطة وهو على شكل أفعى، وبتقول لبنتها ازيك يا لورا، وبيطلع إن ده اسمها الحقيقي. وبتروح لورا تحضن جوزها، ومرة واحدة بتبعد عنه لأنها بتحس بشعور غريب، وبتبقى هتبدأ تتحول وتكون زي مامتها. وبتبقى لورا مصدومة من اللي بيحصل ليها لأنها مفروض بشرية. فبتقول لها مامتها الملك مش هو اللي خلاكي بشرية، هو بس خلاكي تنسي انت مين بالظبط.